سي يا حبيبي، بعض رأس الخيمة حسام وتوبيكو. واليوم عنا النصر ضد ضمك، هاتريك كريستيانو رونالدو. راح شوف الملخص. انا ما صورت المباراة، والمباراة اصلا من زمان، بس ما بعرف خطر لي صور المباراة. قلت اشوف الهاتريك كيف اجا. طبعا الاعظم بالتاريخ، 3 مباريات 4 مباريات جاياته بصير هداف الدوري السعودي. الناس عم تلعب من شهر 10 من شهر 9، هو بيجي بشهرين بصير هداف الدوري. على كل حال خلينا نشوف الملخص مع بعض، وان شاء الله تكون المباراة قد المستوى. طبعا راح تلاحظوا تغيير بالسيت اب، بس لانه انا غيرت مكاني، ومع الاسف ما راح اقدر اصور. قد ما كنت عم بقدر اصور ما راح اقدر اخذ راحتي بالتصوير، لكن راح احاول قدر الامكان اني ما اقطع عن القناة سنة وسنتين مثل العادة يعني. شو هي اللحشة اللي حاططها رونالدو؟ يا عيني يا كريستيانو يا كابتن. احلى حركة عملوها فريق النصر انه عطوا شارة الكابتن لكريستيانو رونالدو اول ما اجى. بصراحة خيار موفق يعني عندك كريستيانو رونالدو بالفريق، لمين حتعطي شارة الكابتن؟ خيار موفق جدا من فريق النصر. ولحد الان كل المباريات اللي انا شفتها كانت عبارة عن فوز. حتى اخر مباراة لعبوها لما حطوا 3 جوال بالوقت الاضافي، ما لي متذكر كانت ضد مين بالضبط والله. لما قلبوا 1-0 ل 3-1. كريستيانو ما سجل بهذيك المباراة، بس المهم انه الفريق يفوز ويتصدر الدوري. بعد يومين في النصر ضد الاتحاد، مباراة نار. ان شاء الله بقدر اصور لكم اياها، هي بكرة او بعد بكرة ماني متأكد. على صدارة الدوري يعني، وغالبا اللي حيفوز بالمباراة حيحط اول رجل بالفوز باللقب. وحش والله وحش. غريب غريب انه تعليق فرنسي. ما نعرف ان الدوري السعودي فيه عليه تعليق فرنسي، بس خلص من لما اجى كريستيانو رونالدو على الدوري صار دوري عالمي، يعني من اكثر الدوريات مشاهدة بالعالم. بس بسبب لاعب واحد. تخيلوا اذا مثلا الاتحاد او الهلال جابوا ميسي. ان شاء الله ان شاء الله يجي ميسي على الدوري السعودي، نرجع نشوف هيك كريستيانو رونالدو ضد ميسي. وان شاء الله ما يجوا بنفس الفريق، انا ما بدي النصر يجيب ميسي. يجيبوا يا الاتحاد يا الهلال، يعني يكون في تنافسية بين الاثنين. قمة قمة. حلو العرضية. حرام عليك يا زلمة، نزلها لتحت. الله الله عدون. يعني الواحد بيحضر هاي المباريات بس ليشوف رونالدو يستمتع، طبعا اذا ما كان مشجع للدوري السعودي، يعني اذا كان مشجع غريب مثلي. وهذا الشيء ما بيعيب فريق النصر ابدا، يعني بالعكس هن اشتغلوا صح. جابوا لاعب عالمي دولي، رفعوا المشاهدات ورفعوا المتابعين. تفكير محترم. يا حرام، يا حرام، ما بتضيع هي يا زلمه. شوف كيف حطها بالجول، لعب اسيست. شو لمسة يد؟ لمسة يد. صح صح صح، فيها بينالتي، فيها بينالتي. ضربة جزاء. مين حيشوط؟ طبعا مزح هذا. مين حيشوط؟ طبعا رونالدو راح يشوط. الله عليك، خزق وخزق. سي يا حبيبي سي. لا لا لا، عالمي عالمي الدون. يا سلام. قذيفة قذيفة، يعني هاي لو نط عليها الحارس كانت انكسرت ايده. شوط. جول الثاني بدقيقة 22. يا سي. مرة ثانية. حلو 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 حلو. يا عمري يا سي، يا عمري يا سي. صار حاطط قديش، 9 اهداف يمكن او 8 اهداف بالدوري. عالمي عالمي. ما فيها شي طبعا. دفاع يتفرج والحارس عم يتفرج. رونالدو، رونالدو. هيك جماهير النصر. بس هذا مو ملعب النصر صح؟ مو ملعب النصر، هذا مرسول بارك. من 27 دقيقة لحد الآن فريق ضمك لحد الآن ما طلع من نص الملعب يمكن غير مرة، على حسب مشاهد بالملخص. يعني أنا عم بحضر الملخص بالنهاية. حرام عليك يا زلمة، العب بسرعة. أيوة شوط باليسار. آه. دقت بحدا؟ ما دقت بحدا. حلوة 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 حلوة. يعني الدون.
حلو هذا اللبس اللي لابسينه النصر، انا اول مرة بشوفه. خطير والله. اوف. كانت قريبة. يا سلام يا عيني على الون تو. ضربة جزاء. ما في شيء. شو صار؟ الثالث 3-0 هاتريك باول شوط يا. يا عمري يا الدون يا عمري. هاتريك بشوط يا جماعة. لا. عالمي هاتريك بأول شوط. ماشي، على كل حال انتهى الملخص 3-0. مبروك لجماهير النصر السعودي، هارد لك لجماهير ضمك. مباراة يعني ما شفت غير الشوط الأول الصراحة. الظاهر إنه الملخص كله بالشوط الأول كان 3 أهداف، 3-0 انتهت. هاتريك لكريستيانو رونالدو. مبروك لجماهير الدون ولكل الحمدين، يعني جمع حمدون اللي هن مثلي. تاريخ كريستيانو رونالدو هو التاريخ. لكم مقطع عجبكم، نشوفكم المقطع الجاية والسلام.